هو انا بنت ب 100 راجل، مفيش حاجه اسمها بجد انا بنت ب 100 راجل، في حاجه اسمها انا بنت ب 100 بنت. فكره. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. انا اسمي سما، لو انتوا اول مره تشوفوني ان شاء الله الفيديو ده تلاقوا ان هو مفيد بالنسبه لكم، وبقيه الفيديوز اللي انا عاملاها اتفرجوا عليها ان شاء الله وتعجبكم. بصوا، موضوع النهارده ساعات بيبقى حساس شويه بالنسبه لنا احنا كبنات. ليه بقى؟ عشان انتي ساعات كتير بتقعدي مع نفسك وتحسي كده احساس اللي هو تقعدي تقولي لنفسك هو ليه انا حاسه ان انا مش بنت، او انا حاسه ان هو ماشي انا شكلي بنت وكل حاجه، بس ليه التصرفات اللي انا بعملها وليه احساسي بنفسي مش كده. ساعات كتير بتقعدي تقولي كده مع اصحابك او حتى بتقعدي تقولي الكلام ده لوحدك. فاحنا النهارده عايزين نفكر بصوت عالي اللي هو ليه انت بتحسي الاحساس ده. فخلونا ندخل في الموضوع على طول ونقول ان اول حاجه بجد بتبقى مسببه الاحساس ده، لو جينا رجعنا للطفوله شويه وانت كنتي طفله، كنتي ممكن تبقي انت الاخت الكبيره مثلا او الشخص الكبير في البيت. فكنتي دايما تبقي مسؤوله عن حاجات انت مالكيش علاقه بيها. هي بتبدا بحاجات صغيره وبعد كده يبداوا يكبروا الموضوع عليكي اكتر واكتر، فتحسي ان انت بقى بداتي تاخدي ادوار مش ادوارك خالص، زي ان انت تنزلي تشيلي حاجات تقيله من السوق او تجيبي حاجات كتيره. وتبقي انت كل حاجه في البيت. لو انت فعلا الشخص الكبير او الاخت الكبيره في البيت، بنسبه كبيره قوي قوي الموضوع ده ممكن يبقى صح. حتى لو مش انت الكبيره، ممكن تبقى عادي انت الوسطانيه او كده، بس انت كنتي الطفله اللي شايله المسؤوليه الاكبر. حتى لو انت اخر العنقود يا ستي، بس مثلا اخواتك الكبار كبار خلاص ومتجوزين وكل واحد في بيته ومفيش غيرك، بس انت اللي كنتي قاعده مع باباكي او مامتك في البيت، فبالطبيعي ان المسؤوليه كانت هتبقى عليكي اكتر. فساعتها بتبداي تحسي ان انت شايله مسؤوليات مش مسؤوليتك، فيبدا الجزء البنوتي شويه، الجزء الانثوي ده يعني يختفي واحده واحده بسبب الحاجات اللي انت بتعمليها. زي ما قلت لك، الحاجات اللي المفروض مش شغلانتك اصلا، شغلانه الولاد او كده. بغض النظر عن السبب، انت كده كده هتجري على الموضوع اللي انت كنت بتعمليه ده لو ما كانش في غيرك اللي بيعمل كده. تمام، فدي بجد من ضمن احد الاسباب الكبيره قوي. تاني حاجه وهو فكره الاب. يعني انا عارفه الموضوع ده بيبقى حساس عند بنات كتير قوي قوي، واغلبنا بنحس بكده. فلو انت مثلا كان باباكي مش متواجد باي صوره من الصور، سواء هو موجود بس انت حاسه ان هو مش موجود، او مثلا ما ربكيش على احتياجات البنت. طبيعي بتبقى اي بنت في التربيه بتبقى محتاجه بجد احتياجات ليها خاصه ليها هي، سواء بقى حب او دلع او حنان او كل الكلام ده. لو انت ما خدتيش الموضوع ده بصوره او باخرى من الاب بالذات، انا عارفه ان في امهات كتير قوي بتحاول ان هي تصلح الموضوع ده، بس انا مقتنعه اقتناع تام من جوايا لو البنت ما خدتش الموضوع ده من باباها، فالموضوع غالبا ما بيبقاش ناجح قوي من الام. فزي ما قلت لكم، الموضوع ممكن يبقى بسبب غياب الاب، هو موجود بس كانه غايب، او هو ربنا يرحمه توفى وانت صغيره فبرضه ما خدتيش الاحساس ده، او بقى هو اب من الابهات اللي مش كويسه اللي مثلا في بينكم مشاكل كتير وكده. فالموضوع ده ليه صور كتير، بس هي النتيجه في الاول وفي الاخر النتيجه واحده، اللي انت مثلا كبرتي عندك مفهوم اللي هو انا ما خدتش الحب او الحنان او الدلع من اب او كده، فخلاص انت بقى عندك احساس اللي هو صفات الانوثه دي مش موجوده. فاهمين قصدي ايه؟ عشان احنا ما نكدبش على بعض وما نقعدش نلف كتير، ان فعلا البنت بتحس ان هي بنوته وبتحس ان هي انسه جميله كده بسبب كل الحاجات دي. زي ما انا قلت، انا عارفه ان الموضوع ده بيبقى حساس عند ناس كتير. لو انت اللي هو عندك مشكله طول عمرك في الموضوع ده، واللي هو كنت تقعدي تقولي يا ريت بابا كان مثلا بيعمل كذا كان بيعمل كذا، انا عارفه ان قد ايه الموضوع ده صعب، بس بجد هو نصيب. كده كده كل واحد حس باحساس معين ربنا بجد هيعوضه، ده انا متاكده من ده مليون في الميه. وخليكي برضو انت كمان متاكده هيجيلك وقت وتحسي بكل المشاعر الجميله دي، بس اهم حاجه ان انت تبقي واعيه وعارفه ده، وتبقي عارفه فين المشكله بالظبط عشان تحطي ايدك عليها وتعالجيها. لان لو احنا قعدنا نقول ماشي انا عرفت المشكله بس بقى قررنا ان احنا نعيش في دور الضحيه وما نحلش اي حاجه، فللاسف الفيديو ده غالبا مش هيفيدك باي حاجه، لان بجد احنا بنبقى عايزين نحط ايدينا على المشكله عشان نعرف نحلها. فلو انت فعلا عندك دي مشكلتك، فخلاص اكتبيها من ضمن الملاحظات اللي احنا هنقولها النهارده، وابداي اشتغلي عليها واحده واحده. برده سبب تاني، فكره ان انت تكوني متربيه وسط ولاد. بمعنى ايه؟ انك تكوني البنت الوحيده في اخواتك او حتى في العيله. دايما عارفين ان عيله الام غالبا بتبقى قريبه مننا اكتر، فمثلا ما عندكيش بنات خاله، ما عندكيش بنات خال تقدروا ان انتوا تسهروا مع بعض وتعملوا جيرلز نايت وجيرلز توك والحاجات دي كلها. فغالبا برضه دي تبقى مشكله وبتبقى مأثره فينا، ان احنا دايما متربيين كده في حالنا، او ان احنا مش حوالينا بنات كتير، او مش حوالينا بقى الحاجات اللذيذه بتاعت البنات دي. انتوا اكيد فاهمين قصدي. وبرده حاجه تانية بتبقى مأثره قوي، والموضوع ده يعني بوينت حساسه شويه، وهي فكره ان احنا لما بنبدا بقى واحنا صغيرين يعني كبنات وبنبدا نكبر وكده، فطبعا انتوا عارفين ان شكلنا بيبدا يتغير شويه، حاجات انتوا اكيد فاهمين قصدي يعني. فمثلا تيجي تلاقي الاب او الام يحسسوكي ان انت بقيتي غريبه، او ان انت المفروض بقى خلاص. يعني انا كده كده عارفه ان احنا لما مثلا بنتغير او كده بيبقى خلاص اتفرض علينا الحجاب وكده، وبنبقى مؤمرين من ربنا ان احنا نلبس الحجاب ونغطي كل حاجه ظاهره فينا. انا مش بتكلم عن النقطه دي خالص، بس انا بتكلم على نقطه بقى الاب والام بيوصلوا المعلومه دي لبنتهم، او بلاش الاب، يعني غالبا الام هي اللي بتعمل كده، بتوصل المعلومه دي لبنتها بطريقه اجريسيف قوي او بطريقه قويه قوي. فكره بقى ان انت لا ما ينفعش مثلا تقعدي في البيت، انا بتكلم على البيت مش بتكلم على بره خالص،
بره كده كده ده حوار تاني، انما انا بتكلم عن البيت. الام تيجي تقول لا انت ما ينفعش تقعدي بلبس مثلا قصير شويه، ما ينفعش تقعدي بحاجه ضيقه شويه، فتبدا تحسسك احساس، وانت كمان ساعتها احنا بنبقى صغيرين يا عيني مش فاهمين، فنبدا نحس احساس ان الموضوع ده عيب، او ان احنا لازم نغطي كل حاجه ظاهره فينا، لازم نلبس واسع، لازم مش عارفه ايه واحنا قاعدين في البيت. فللاسف بيوصلوا الموضوع ده لينا بطريقه غلط خالص، فانت بتطلعي متعوده ان لا انا مش حاسه ان انا بنوته، مش حاسه ان انا شكلي جميل، بسبب ان انا دايما في البيت مضطره اغطي كل حاجه فيا، وان انا ما لبست لبس براحتي عشان بقى سواء عندي ولاد، عشان سواء اي حاجه. انا عارفه ان انت ممكن تبقي فعلا مكسوفه، ولو عندك اخوات ولاد ما ينفعش ان احنا مثلا نقعد بقصير قدامهم، بس انا بتكلم فكره ان انت لو ليكي اوضه ادخلي اوضتك والبسي اللبس اللي انت عايزاه، البسي لبس قصير، البسي لبس ضيق براحتك. وحتى لو ما عندكيش اوضه خاصه بيكي طلعي حد من اوضته مثلا، وخلي فتره ليكي انت اقعدي فيها، اعملي كل اللي انت عايزاه. انما بجد مش عيب ابدا ابدا ان احنا نبقى حاسين ان احنا عايزين نلبس لبس جميل في البيت، نبقى كده. لا بجد انا مقتنعه ان الام او فتره التربيه يعني بتاعه المراهقه دي بيوصلوا لنا الموضوع ده بفكره مش صح خالص، فبناخد بقى فكره عن نفسنا ان احنا لا عيب ان احنا نعمل حاجه، عيب ان احنا نلبس مثلا في البيت لبس قصير شويه. فيا جماعه بجد النقطه دي بتاثر قوي قوي لما بنكبر. حاجه تانية برضو وهي العصبيه، يعني انا عارفه ان في بنات كتير طبيعتهم عصبيه ودي حاجه غصب عنهم، بس هي مش حاجه تناسب ابدا البنات، ومش حاجه المفروض البنت تبقى فيها، لان حتى العصبيه القويه قوي دي بتبقى معروف ان هي بتبقى للولاد. فانت لما تكوني بنت عصبيه واقل حاجه بتنرفزك واقل حاجه بتعصبك وبتخليكي صوتك عالي قوي ودوشه وكده، فده طبعا بيقتل الاحساس بالفيمينين انرجي، وان احنا بنوتات المفروض ان احنا ما يبقاش صوتنا عالي قوي وما نتعصبش. انا عارفه ان كل واحد غصب عنه ساعات بيتعصب غصب عنه قوي، بس حتى في الاوقات العصبيه الزياده المفروض ان احنا نبقى متعصبين بتوازن، او نبقى متعصبين بهدوء. ما اعرفش ازاي، بس هي بجد العصبيه للبنات المفروض تبقى بهدوء وباسلوب كويس. فانت لو اتعصبتي بصوت عالي قوي وبداتي صوتك يعلى قوي قوي وفعلا متعصبه جامد، ايه الفرق كده ما بينك وبين الولد؟ لا يعني المفروض مش اي حاجه تخليكي تعصبي بسهوله، مش اي حاجه تستاهل منك رده فعل بسهوله. خلي دايما رده فعلك وعصبيتك على الحاجات الكبيره قوي، او بجد على الحاجات اللي تستاهل. يعني حتى انا كسامه وانا بشرح النقطه دي دلوقتي حاسه ان انا كده رايقه، او ان انا ناعمه، او فاهمين قصدي ايه. فكره ان بجد البنت ما تبقاش عصبيه زياده دي فكره بجد مهمه جدا. انتوا عارفين موضوع العصبيه ده ساعات بيوصل مع بعض البنات لايه؟ لو مثلا حد من صحابها ضايقها او كده، بتبقى دايما قاعده بتحسي ان هي في نار من جوه من كتر ما هي فعلا متعصبه جامد، وتقعد بقى تحزق قوي كده وتقعد تقول بصوا عملوا فيا ايه، بصوا ما اعرفش ايه. فطبعا الحاجات دي كلها بتاثر قوي قوي على سلامك النفسي، وسلامك النفسي وهدوءك من جوه لو اتاثر، فطبعا ده بيأثر على احساسك بنفسك واحساسك بانوثتك. وبرده فكره ان انت وانت صغيره كنت دايما بتقارني بولد، ايا كان بقى الولد مين ده، سواء اخوكي سواء ابن خالك سواء ابن عمك او اي حاجه، كانوا دايما بيقارنوكوا بيه. بصي فلان عمل ايه، بصي وصل لفين، بصي ايه. فانت يا عيني بجد بيبقى عندك احساس دايما طول عمرك او طول طفولتك، احساس بالصراع من جوه، اللي هو انا متقارنه بالولد ده فانا لازم اثبت اكتر حاجه عندي، فيبدا تلقائيا تاخدي صفات من الولد ده بيعملها وتبداي انت تعمليها. فطبعا يعني تخيلي مثلا انت كبنت واخده صفات من ولد بتقارني بيه، ودايما عايزه الصفات اللي في الولد دي تكون موجوده فيكي، فطبيعي ان الصفات الذكوريه كلها اللي بتقارني بيها في الولد ده هتتنقلك غصب عنك من كتر ما انت عايزه تثبتي نفسك ان انت زي الولد ده. وفي ناس مثلا تيجي تقول ايه، تيجي تشبهك كشكل حتى بممثل او حاجه، تيجي تقولك انت عارفه انت شبه الممثل اللي كذا كذا. لا يا جماعه انتوا عبط، انتوا ازاي بتشبهوا بنت بولد؟ انا بجد مش ببقى فاهمه الموضوع ده خالص. وبرده فكره ان انت سواء زي ما قلت لك البنت الوحيده، او باباكي كان طول عمره مثلا نفسه يبقى في ولد، فلما ما جالهوش ولد جيتي انت قرر يتعامل معاكي على اساس ان انت الولد، او ان انت فعلا سند وظهره. ما عنديش مشكله، كده كده الموضوع ده طبيعي ان احنا سند وظهر لابهاتنا وامهاتنا وكل حاجه، بس انا قصدي لما يجوا يعملوا الموضوع ده من منظور اللي لا فعلا انت الولد فيه، فبدا يتولد عندك احساس من جوه اللي هو انا بنت ب100 راجل. مفيش حاجه اسمها بجد انا بنت ب100 راجل، في حاجه اسمها انا بنت ب100 بنت، اللي هو بجد ما تسمحيش ابدا ابدا لحد يقولك ان انت بنت ب100 راجل. فيبدا بقى والدك يصب عليكي كل حاجه ليها علاقه بالولاد، فبقى يبدا يقولك ان انت لازم تنزلي تشيلي الشركه مكاني، انت الولد اللي ما خلفتهوش. كل الكلام ده طبعا بيأثر بطريقه انتوا مش متخيلينها. وبرده فكره ان انت بقى تبقي متبنيه صفات الولاد زي ايه؟ مثلا لو انت مامتك قررتوا ان انتوا تغيروا نظام اوضتك مثلا، تبقي دايما انت اللي شايله وانت اللي بتشيلي الحاجات التقيله، رغم ان مثلا ممكن يكون عندك ولاد في البيت واخواتك الحمد لله صحتهم كويسه ويقدروا يعملوا الموضوع ده عنك. فلو كده بجد ما تعمليش كده ابدا. الشيل التقيل والنقل الحاجات من مكانها والحاجات دي كلها بجد المفروض الولاد هم اللي يعملوها، انت ما تعمليهاش ابدا. لا انت تبقي واقفه كده تدلعي عليهم وتقولي لهم لا معلش انا مش هقدر اشيل حاجه تقيله، شيلوها انتوا. بس زي ما قلت لك لو هم فعلا صحتهم كويسه، مش مثلا تعبانين وانت بتحاولي تساعديهم، لا الموضوع ده موضوع تاني، مش ده اللي انا قصدي عليه. وبرده فكره السعي، او ان انت قررتي انك تبقي متحمله مسؤوليه حياتك من الالف للياء. الموضوع ده يعني على قد ما هو حلو فعلا ان احنا نبقى متحملين مسؤوليه نفسنا وان احنا نجيب الفلوس بنفسنا وكل الكلام ده، الموضوع ده بجد كويس جدا. بس للاسف مع بعض البنات بقى بيقلب الاحساس تحدي او احساس فرد عضلات كده زي ما بيقولوا. فطبعا كل الكلام اللي انا بقوله ده
انت حتى لما سمعتيه حسيتي ايه؟ حسيتي ان في يعني رجاله او في حاجه فرد عضلات بقى والحاجات دي كلها؟ فطبعا ده مش منطقي ابدا. انت صح تسعي وتسعي بطريقه كويسه عشان تحققي لنفسك كل حاجه انت عايزاها، بس تبقى بطريقه مساويه، مفيش ضغط على نفسك قوي قوي ومقرره انك تحطي نفسك في مفرمه عشان تبداي تحققي كل حاجه انت عايزاها. لا، انت بجد ممكن تسعي وتسعي اقوى كمان من الولاد بس بطريقه انثويه شويه. طيب علاج الموضوع ده بقى ايه؟ علاجه سهل جدا يا جماعه، بسيط. اول حاجه بس نقرر ان احنا نتقبل ما ننكرش. يعني مثلا مجرد ما يجيلك الاحساس ده ما تقعديش تقولي لا انا بنت عادي، انا بنت ما اعرفش ايه، بصوا طب حتى انا هثبت لكم كده. لا بجد ما تعمليش كده ابدا. تقبلي فكره ان فعلا طاقه الانوثه عندك ممكن تكون قله او ممكن يكون طاغي عليها طاقه الذكوره شويه. تقبلي ده عادي جدا وعيشي الفتره دي براحتك، بس بعدها خلاص خدي قرار ان انا خلاص حسيت بده يبقى في علاج. يعني انا ادور ابحث اكتر واشوف الموضوع ايه واحله. بجد هو قرار واعي منك وكل حاجه هتتحل. انا عارفه ان ممكن يكون الاحساس ده مؤلم شويه، فكره ان انت مش حاسه انك بنوته او كده، الاحساس ده بجد بيبقى مؤلم. بس خلاص طالما انت عرفتي الاسباب النهارده ما تقرريش انك تعيشي دور الضحيه وتقولي يا لو كان بابا مثلا ما اعرفش ايه، بابا كان حنين عليا او كان اخواتي بيقدموا لي ايه، او وانا صغيره ما كانش حصل لي كذا. لا الموضوع مش بكده. لو فضلتي تقولي كده فمش هتحلي اي حاجه. بالعكس خليكي صريحه وخليكي واضحه وخليكي قويه مع نفسك وقولي خلاص انا عرفت اسباب المشاكل دلوقتي، انا دلوقتي مش هقوم غير وانا حله كل الاسباب دي. وطبعا هي ما بيجيش مره واحده، لا، انك تكتبيها وتشتغلي عليها على فترات الموضوع بجد هيتحل. ودايما اعملي حاجات تحسسك انك بنت. الموضوع ده بدايته هتيجي بسهوله قوي من فكره انك تكوني لابسه كويس قوي قوي في البيت، مش بتكلم على بره، تكوني لابسه كويس قوي في البيت وتحسي بقى تدلعي شويه، تعملي حاجات ليها علاقه بشعرك ببشرتك، تشوفي كل حاجه ليها علاقه بالبنات وتعمليها. الموضوع بدايته كده، بس برضو هو مش بالسطحيه دي، مش مجرد ما انا اعمل كده لا الموضوع هيتحل بسهوله. لا الموضوع برضو بيجي من جوه اكتر، بس بدايته بدايه طرف الخيط ان انت تعملي كده. وبعد كده اسمحي للناس ان هم يقدموا لك حاجات. يعني ما تبقيش اللي هو فكره حد بيعمل لك حاجه او حد بيشكرك وانت تكوني ناكره الفكره دي، او ان انت تكوني في حاله رفض اللي هو لا ما تعمليش حاجه انا هعمل كل حاجه بنفسي. لا بجد سيبي الناس تساعدك عادي خالص. دي اصلا من صفات البنت، من صفات البنت ان هي تسيب الناس تساعدها، ان هي تعتمد بشكل جزئي على الناس. لما حد يجي يمدحك او كده ما تقوليش ايه ده بجد هو انا كده هو مش عارفه ايه. لا، حد قال لك كلمه حلوه او جمله حلوه اشكريه بطريقه كويسه، شكرا ميرسي اي حاجه. لو بنت مثلا قالت لك انت جميله ما تقعديش تقولي لها اللي هو لا انت اللي جميله. انا عارفه ان ممكن حد يضحك على الموضوع ده، بس بجد فكروا فيها، دي تعتبر حاله انكار. لما بنت تيجي تقول لك انت جميله تقولي لا انت اللي جميله، فاللي هو انت كده بتنكري الموضوع على نفسك وبتثبتيه عليها. انت برضو عايزه تجامليها او تديها كومنت حلو تقولي لها انت كمان جميله جدا. الفكره دي بجد بتبقى اللي هو انا جميله ماشي وانت كمان جميله، مش فكره اللي هو لا انت اللي جميله. لا هو بجد لا ازاي، لا انت جميله وهي جميله. فحاولي تستخدمي الكلمات اللي تدل فعلا ان انت حاسه بنفسك او تدل فعلا انك عندك ثقه بنفسك. دايما حسي بالطاقه او دايما حسي ان في الوان كتير حواليكي. يعني مثلا دولابك ما تخليش كله اسود او كله كحلي او كله الوان غامقه. انا عارفه ان احنا ساعات كتير بنبقى بنحب الالوان الغامقه لان بتليق علينا اكتر، بس وزني، حاولي توازني. يعني حاولي دايما تخلي كل حاجه حواليكي ملونه، كل حاجه حواليكي كده منتعشه. بجد الموضوع ده هيحسسك باحساس جميل قوي. بس انا كده خلصت، ويعني يا رب اكون قلت حاجات فادتكم فعلا وحاجات حسيتوا ان هي فيكم وتبداوا تعدلوها وتظبطوها. وقولوا لي حابين الفيديو الجاي نتكلم عن ايه، لو حابين ان احنا نتوجه الاتجاه ده اكتر شويه الفتره الجايه قولوا لي عليه. لو عندكم مثلا مشكله مش عارفين تحلوها قولوا لي عليها واحنا نعمل فيديو عليها ان شاء الله المرات الجايه. ولو الفيديو ده عجبك ما تنسيش تعملي لي كومنت تقولي ان هو عجبك وتقولي لي ايه الحاجات اللي انت مستنياها اكتر الفتره الجايه، واعملي لايك وشير مع اصحابك. بس باي باي.